الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. سلامة المزارع من أضرار دودة الحشد الخريفية. انتخابات مدراء الضواحي في مديرية ميعيني. سمينار حول الوقاية من الأمراض المعدية بجنوب البحر الأحمر. انطلاق المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا. يونكر يطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك كقوة عالمية. وإلقاء رحلات إثر اضطراب الطيارين الألمان لدى راين أير. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الزراعة سلامة المزروعات في البلاد من أضرار دودة الحشد الخريفية، وأوضحت الدراسة التي أجريت على كافة الأقاليم للتعرف على أوضاع المزارع حسب ما نشرته المجلة الشهرية التي تهتم بأوضاع دودة الحشد الخريفية والصادرة في سبتمبر الجاري. وبفضل حملات التوعية الجارية والخطوات المتخذة توجد المزارع الهامة في وضع جيد. وعبر المزارعون عن استيائهم عندما ظهرت الآفة في بعض المناطق، موضحين بأن الاستفادة الجيدة من حملات التوعية المكثفة التي قدمت عبر وسائل الإعلام وإرشادات الخبراء الزراعيين مكنهم من القضاء عليها مسبقا وسلامة ضمان إنتاجهم. وقال المزارعون إنه تم القضاء على ظاهرة الآفة مع التخلص من الذرة التي تم زراعتها مسبقا، مشيرين إلى أن اللجان المكونة على مستوى القرى والمناطق لعبت دورا كبيرا في هذا الشأن. هذا وأشارت المجلة الشهرية التي تعدها وزارة الزراعة على تخوفها من الآفة المنتشرة من الهند إلى مناطق قارة آسيا وخاصة الجنوب الشرقي للقارة. أجريت في ضواحي تخلابي وديدا وقرطقنطي وحد شعدي في مديرية مايعيني انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى المنتهية فترتهم الانتخابية. وذكر مدير مديرية مايعيني السيد أحمد عثمان فروج المنتخبون الجدد لخدمة الشعب بتفان وإخلاص متحملين المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مناشدا الشعب لإبداء تعاونه معهم في كل أنشطتهم العملية. من جانبهم تعهد المنتخبون الجدد على خدمة الشعب بكل ما في وسعهم، مشيرين إلى إبداء الشعب تعاونه معهم ودعم الإدارة لإنجاح المهام وإنجازها. وأوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية إلى استمرارية الانتخابات في مناطق المديرية المتبقية. هذا وتضم مديرية مايعيني 63 منطقة في 14 ضاحية. نظم فرع وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة صحية للوقاية من الأمراض المعدية، وخاصة مرض المناعة المكتسبة الإيدز للمهنيين الصحيين الذين يجرون البحث على الصيادين. وذكر الفرع بأن السمينار الصحي المرتكز على الوعي ينظم وفق الخطة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لانخفاض وباء مرض الإيدز إلى أدنى مستوى له حتى العام 2030، موضحا بأن إريتريا وكعضو لهذه المنظمة تجري جهود منسقة مرتكزة على دراسات بحثية لتوحيد الهدف. وأوضح الفرع بأن نسبة الإصابة بالإيدز توجد في البلاد إلى تحت 1%، وهذا يدل على المساعي المبذولة للسيطرة عليه. وقد أوضح مسؤول وحدة السيطرة على مرض الإيدز السيد محمد نقوس بأن النتيجة مشجعة، إلا أنه ينبغي بذل مزيد من المساعي والجهود حتى يتحقق الهدف المنشود. وفي التوضيح الذي أدلى به فيما يتعلق بالمهام المنجزة خلال 6 أشهر مضت، أشار إلى أن نسبة الإصابة في الشباب الذين خضعوا للفحص الطوعي كانت تحت الصفر، وأيضا لدى الحوامل اللائي جرت لهن الفحوصات الطبية خلال 4 سنوات. في الختام ناشد مسؤول الإدارة والمالية بإدارة الإقليم السيد جبريشوت أراجاي الخبراء المشاركين في السمينار الصحي للعناية الجيدة للدراسات البحثية الجارية في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر لأول مرة. في إطار المساعي والجهود الحثيثة المبذولة لمكافحة العادات المتخلفة التي تحدث أضرارا جسديا وذهنيا على المجتمع وخاصة المرأة، حققت السمينارات وحملات التوعية الجارية في مديرية نقفة نتائج مرضية.
وذلك في الاجتماع التقييمي الذي جرى في 6 من سبتمبر الجاري في مدينة نقفة لتقييم أنشطة لجان سلامة المرأة الناشطة في ضواحي المديرية. وأرفق التقرير المرفق بالأرقام لعبت دور حملات التوعية الجارية في رفع معارف وفهم المجتمع حول الطب الحديث، مما ازدادت نسبة المواطنين المراجعين للمؤسسات الصحية وخاصة الحوامل اللائي يضعن حملهن في تلك المؤسسات الصحية. وقال مسؤول وحدة الأسرة والمجتمع في فرع وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد زدنجل كورغيوسوس إن القضاء على العادات المتخلفة والضارة يرتبط ارتباطا وثيقا مع السلامة العامة، وأن الإنجازات المحققة حتى الآن نتاج جهود تلك اللجان الحثيثة، مذكرا إلى أهمية مساهمة كافة أفراد المجتمع النشطة. من جانبه أشار مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس إلى النتائج المحققة حتى الآن مشجعة، لذلك يجب أن تعمل اللجان التي ينشط أعضاؤها في مختلف المؤسسات الصحية لمزيد من الإنجازات. هذا وتوجد المؤسسات الصحية التي تعمل بصورة منتظمة في كل من اندلال وأقرع ولابا ونقفع. دعا مسؤول فرع النقل البري في الإقليم الجنوبي السيد محاري هبتي مدارس تعليم قيادة السيارات الناشطة في الإقليم إلى بذل جهود حثيثة لتدريب قادة أكفاء يتحملون المسؤولية لانخفاض الحوادث المرورية. وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية ذكر عن وجود 22 مدرسة لتعليم قيادة السيارات في مدن مندفرة ودباروا وعدخالة ودقمحري وسجنيتي وعد قيح وصنعفة تقدم خدمات التدريب في مختلف مستويات القيادة، مناشدا تلك المدارس منح الأولوية للسلامة. وقال السيد محاري إن المدرسة التي يرسب 75% من طلابها دليل على عدم كفاءتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود إمكانية سحب الرخصة التجارية من تلك المدارس، موصيا المرأة التي تدنت مساهمتها وانحصرت على المستوى الثاني فقط التطلع إلى الأمام لتحقيق مستويات أعلى. وفي توضيح الذي أدلى به فيما يتعلق بنتائج هذا العام أشار إلى نجاح 296 أي 87% من أصل 341 شاركوا في امتحان هذا العام في المدارس الموجودة بمدينتي سجنيتي ودقمحري. من جانبهم أشار أصحاب المدارس أو أصحاب مدارس تعليم القيادة إلى أنهم يعملون بجدية لتقديم تعليم قيادة السيارات نظريا وتطبيقيا من أجل تنفيذ المسؤولية الملقاة على عاتقهم كما يجب. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي انطلقت الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلادفستوك الروسية 2018 بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون ورئيس منغوليا، والتي تنعقد على مدار يومين في الفترة من 11 وإلى 13 من سبتمبر الجاري. ويستقبل المنتدى عددا كبيرا من المشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان، بداية من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الشركات والمنظمات الدولية وكبار الخبراء الاقتصاديين العالميين وكبار الصحفيين من معظم وسائل الإعلام العالمية. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات الصين وروسيا تتطلب استخداما مشتركا للجزر على حدود البلدين، والتي كانت في السابق موضوع نزاع إقليمي. كذلك اقترح بوتين في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي على رئيس الوزراء الياباني توقيع معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو بحلول نهاية العام. والبلدان على خلاف حول سلسلة من الجزر في المحيط الهادي، ولم ينهيا رسميا حالة العداء القائمة بينهما منذ أيام الحرب العالمية الثانية. قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن على الاتحاد الأوروبي أن يظهر قدراته الكامنة كقوة عالمية، وذلك في وقت تنسحب فيه الولايات المتحدة من ارتباطات دولية.
وقال يونكر في خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن الاتحاد الأوروبي عندما كان متحدا كان قوة لا يستهان بها، وفي وقت ما زال فيه الاتحاد الأوروبي يتألم من انسحاب بريطانيا الوشيك ومن تصاعد النزاعات القومية والتناحر بشأن الهجرة والمعايير الديمقراطية. شدد يونكر على أن الاتحاد الأوروبي أكثر تماسكا مما قد يبدو عليه، وهو ما يتيح له أن يشكل العالم كما يحلو له. ومع بداية عامه الأخير في المنصب، حيث ستنتخب دول الاتحاد الأوروبي مجلسا تشريعيا جديدا في مايو، أشار يونكر إلى نجاح محاولته لإقناع ترامب بالعدول عن حرب الرسوم الجمركية في يوليو، كما سلط الضوء على اهتمام الصين الجديد بالعمل مع بروكسل للحفاظ على تدفق التجارة العالمية. من ناحية أخرى، جدد يونكر تعهده بإقامة علاقات تجارية وأمنية وثيقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن التكتل لن يتهاون بشأن شروط الانسحاب الرئيسية. أضرب الطيارون الألمان لدى شركة راين اير وطواقم الطائرات، مما تسبب بإلقاء رحلات الآلاف من الركاب، وذلك في آخر جولة ضمن معركة المطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل. وقال شركة الطيران الإيرلندية المنخفضة الكلفة إنها ستلقي 150 من 400 رحلة مقررة من وإلى ألمانيا بسبب الإضراب الذي وصفته بغير المقبول وغير الضروري. وأضافت إنه ستضطر ربما إلى إغلاق عدد من المكاتب وإلقاء وظائف إذا ما استمرت الإضرابات. وقد دعت نقابة الطيران الألمان ونقابة العمال فيردي إلى إضراب لمدة 24 ساعة بعد الإعلان عن عدم إحراز تقدم في المحادثات مع إدارة راين اير. ويأتي الاضطراب فيما تستعد الشركة لاضطرابات جماعية منسقة لطواقم الطائرات في بلجيكا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وأسبانيا. ويتوقع أن يعلن مسؤولو النقابات عن تفاصيل الإضراب في بروكسل لاحقا. وفي الخبر الأخير، عثر عمال الحفر في إيطاليا على كمية ضخمة من العملات الذهبية تحت أنقاض مسرح قديم بمدينة كوما السياحية شمالي البلاد. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عمال البناء أصيبوا بالذهول عندما عثروا على تلك الثروة مخبأة في جرة قديمة خلال قيامهم بإزالة أساسات مسرح كيرسوني التاريخي في تلك المدينة التي تقع على الحدود بين إيطاليا وسويسرا، وتبعد 45 كيلومترا عن مدينة ميلانو الإيطالية. وذكرت صحيفة بريطانيا إن السلطات الإيطالية تعتزم وقف أعمال الإنشاءات والهدم في موقع المسرح حتى تتاح الفرصة للمزيد من أعمال التنقيب التي تستهدف التوصل للمزيد من الاكتشافات الأثرية في تلك المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن مسرح كيرسوني التاريخي تم افتتاحه لأول مرة في العام 1870، ثم تحول بعد ذلك إلى دار للسينما قبل أن يتم إغلاقه نهائيا في العام 1997. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.